انتشر هذا الفيديو لشاب سوري في صفحة الإكسبلور وحصل على ملايين المشاهدات، ولكن اللي لفتني بالموضوع هجوم الكثير من الأشخاص على هذا الشاب بالتعليقات. ناس عم تكتب ما قدر يصمد أكثر من دقيقتين، وناس عم تكتب شو هالإنجاز الكبير ومن هالكلام. أول شي لازم نوضح شغلة مهمة، لياقة هذا الشاب البدنية فعلا جدا عالية وواضحة بالفيديو، لأنك تضل معلق وزن جسمك على إيديك مدة دقيقتين هذا موضوع غير سهل أبدا، وفيكن تجربوا بنفسكن لتعرفوا صعوبة هذا الموضوع. فكل الاحترام لهذا الشاب وللياقته البدنية العالية اللي أذهلت بالفيديو حتى الشرطة الألمان الموجودين قدامه. تاني شي، ما في داعي شخص مثل هذا الشاب يعمل نشاط رياضي أو يحقق نجاح معين تهجموا عليه بالتعليقات، خصوصا أنه هو ابن بلدكم. بالعكس لازم ندعمه ونوقف معه، لأنه نجاحه بيكون من نجاحنا. فنحن من منبر هاي القناة رح ندعم أي شخص من أبناء شعبنا السوري بأي بلد كان بيسجل رقم قياسي بالرياضة بالأدب